مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لحمه كباب حله. هنعملها بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه، وطعمها هيطلع روعه بابسط المكونات. تابعوني عشان تعرفوا هنعمل فيها ايه، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا معايا كل جديد وسهل ان شاء الله. اول حاجه كده معايا حله على النار، حطيت فيها معلقه كبيره من السمنه بالشكل دوت على النار متوسطة، بس الحلة تكون سخنة. ومعايا هنا نص كيلو من اللحمة متقطعة كده مكعبات. دي قطعية اللحمة اللي انا استخدمتها، اسمها قشرة لوح. بوريكم ان النسيج بتاعها متداخل، ما فيهاش النسيج اللي هو الطويل اللي بياخد وقت في السوا دوت، لا النسيج بتاعها متداخل وما بتاخدش وقت في السوا نهائي. ممكن تختاروها تكون دسمة شوية القطعية ديت، وممكن تختاروها حمرة خالص، ما فيش اي مشكلة، بس هنزود المادة الدهنية شوية. وكمان في قطعية تانية اللي هي اسمها السن. قطعية السن دي برضو بتبقى دسمة، وبتبقى درجة سواها في الاخر بتبقى افضل كمان من دي، لان دي ما بتبقاش فيها دهون كتير في نسيج اللحمة نفسه. لكن السن بتبقى النسيج نفسه بتاع اللحمة فيه دهون. فالقطعيتين دولت تقدروا تختاروا منهم اللي تناسبكم، ينفعوا للخضار وينفعوا لكباب الحلة، بيطلعوا روعة. بعد كده حطيت كده اللحمه اهوت معايا، وسبتها 3 دقايق على الوش الاولاني، وبعد كده قلبتها. خدت كده تشويحه بسيطه خالص من الوش الاول، وقلبتها كده هو بالشكل ده. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه اللي فيها اي لحوم هقول لكم ايه القطعيه المناسبه اللي تقدروا تستخدموها عشان تطلع معاكم بيرفكت في الاكله. بعد ما قلبتها على الوش التاني برضو خدت تشويحة، هنزل ب3 فصوص من الحبهان. انا بحب اكسر الحبهان عشان يطلع النكهة اللي فيه، وكمان 3 ورق لوري و3 من القرنفل. هبدأ بقى اقلبهم. هنا الريحة كانت روعة بصراحة. هشوحهم كده شوية مع اللحم. اهو بالشكل ده. اهم حاجة ان النار تبقى من متوسطة لعالية، علشان اللحمة ما تنزلش ميتها وتفقد القيمة الغذائية بتاعتها وتضايقنا في اثناء الطبخ. بعد كده ده كان نص كيلو من اللحمة، حطيت عليه حوالي كيلو الا ربع من البصل. انا فرماه في الكبة، ممكن تقطعوه على ايديكوا تقطيع ناعم، مفيش اي مشكلة. وهبتدي ان انا اقلب البصل كده مع اللحمة بالطريقة دي. هغطي عليها واسيبها برضو على نار متوسطة وشوية كده، وهفتح عليها هلاقي ان البصل ابتدى ان هو يتحمر معايا شوية كده بسيط جدا جدا ودبل. هديله تقليبة، وهبتدي اكون مسخنة مية مغلية وهنزل بيها بقى على اللحمة كده. هنبتدي بقى في التسوية. هنزل بقى بمية مغلية بحيث ان انا هغطي اللحمة كده شوية بالمية تبقى بسوى اللحمة اهو بالشكل ده كده. وهغطي عليها واسيبها، ومش هفتح عليها غير في نص الوقت. لو مش متأكدين ان الغطا مقفول كويس على الحلة، ممكن نحط ورق ألمونيوم زي ما انا عملت كده. كده هنا كانت شربت المية وابتدى البصل. شايفين انا يعني بعمل كده بالمعلقة في الحلة بحيث لو في اي حاجة لازقة كده البصل اتكرمل، وابتدى ان هو يطلع السكريات اللي فيه، واللحمة خدت الطعم كله. هبتدي بقى اضيف معلقة كبيرة من السبع بهارات. هبقى اسيب لكم اللينك في الوصف بتاع البهارات دي، انا اللي عاملاها. ورشة من الفلفل الاسود. ما تزودوش بهارات عشان اللحمة طعمها ما يروحش. بعد كده هبتدي بقى ان انا اديها تقليبة.
وهكمل احط كمان مية مغلية تاني. باكد لازم المية تكون مغلية علشان سوى اللحمة ما يبقاش بطيء وتتأخر معانا في السوا. كده دي تاني مرة احط فيها مية على اللحمة بس، واديها تقليبة. هي خدت حوالي على النار ساعة الا ربع لحد ما وصلت للسوا اللي انا عايزاه. ممكن تسيبوها اكتر براحتكم، بحيث لو انتم بتحبوا اللحمة يعني تبقى مستوية تماما. غطيت عليها وبعد كده بقى دي اخر مرة هديها تقليبة، وهبدأ ان انا احط عليها شوية كده من الملح. ملحوها بقى زي ما انتوا عايزين، وهديها تقليبة كمان. شايفين بقى قوام الصوص عامل ازاي؟ ده ليه؟ عشان بنزود له مية على حسب الطلب، مش بنزود مية كتير من الاول. هي مش هتتسلق، لا احنا عايزين يبقى ليها صوص كريمي وجميل. هقدمها بقى مع رز بالشعرية. شايفين اللحمة شاربة من الصوص ولونها بقى بني، وشكلها وريحتها كانوا بصراحة روعة، والطعم كان رائع، والصوص تقيل وقوامه مثالي بصراحة. قدمتها مع رز بالشعرية، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وما تنسوش اللايك لو الفيديو عجبكم.